مؤخرا القرايه بقت قلب الدنيا على السوشيال ميديا، بس مش للسبب اللي انتم متخيلينه. محتوى القراءة على السوشيال ميديا. كم مرة كنت بتقلب على فيسبوك أو انستجرام أو تيك توك أو حتى يوتيوب وعدى قدامك المحتوى ده، محتوى بسيط ويكاد يكون متكرر، صور شكلها حلو اللي ناس بتقرا، كتب متبعترة جنب ضوء الشموع، صفحة من رواية مع خلفية هادية، ومقطوعة موسيقية بتخليك تحن لحاجة انت ما كنتش تعرف ان هي وحشاك. بتحس انك حالا عايز تقوم تلبس وتنزل وتشتري كتاب وتقراه عشان تعرف تخلق لنفسك انت كمان الجو ده. كل الطاقة الإيجابية اللي بتشاع من الصور دي ومن بوستس ترشيحات الكتب وفيديوز فلوجز القراءة والتيك توكس بتاعت جولة في مكتبتي، الحاجات اللي كلها اتجمعت مع بعض وشجعت الناس ان هم يرجعوا يحبوا القراية تاني. كله بقى نفسه يقرا ويحس الإحساس اللي بيتصدر له من المحتوى ده على السوشيال ميديا، وأوقات كمان كتير بيبقى عايز يظهر شغفه ده للناس ويشاركوا معاهم عشان يمكن يقدر يلاقي ناس شبهه ويدخلهم دايرته. لحد هنا كل الكلام ده حلو جدا، مفيش حد عاقل هيتضايق لما يشوف ناس اكتر بقت مهتمه بهوايته المفضله، ناس اكتر بقت عارفه كتابه المفضل، بل وكمان عايزه تقراه وممكن يعجبهم. الناس اللي بتزعل هنا هما اللي بنقول عليهم مصطلح الجيت كيبرز، الناس اللي بيكتشفوا حاجه حلوه قوي وبيفضلوا ان هما يخلوها لنفسهم عن انهم يشاركوها مع الناس، لان ده بيحسسهم بنوع من الطبقيه تجاه اللي حواليهم. انا عارف حاجه انت ما تعرفهاش، وده بالمنطق بتاعهم بيخليهم احسن منك. المشكله هنا مش في الناس دي خالص، لان دول بيتعرفوا بسهوله وبنقدر نتجنبهم هم والطاقه السلبيه اللي بتشع منهم. المشكله هنا بتقع عند الخط الرفيع جدا اللي بين اتخاذ القراءه كهوايه حقيقيه او اختيارك لصوره القارئ كهويه عايز تجسدها في شخصيتك، لكن هي مش هوايه انت فعلا بتمارسها. متابعه عزيزه للقناه قالت انها بقت بتتفرج على ناس بتقرا اكتر ما هي نفسها بتقرا، وده خلاني اعيد التفكير في حاجات كتير جدا. للاسف كل سلاح ليه حدين، والسوشيال ميديا ملهاش مفر من ده. جزء كبير جدا من الناس بقى بيتشجع على القرايه بسببها، وده حاجه مش هنقدر ننكرها بل كمان هنتبسط بيها. بس في نفس الوقت عدد الناس اللي بقت عايزه تبقى انكلودد في المجتمع ده من غير ما يكونوا فعليا بيقروا بقى كبير جدا. بيعدي علينا اوقات بنلاقي نفسنا بنقضي وقت كبير قوي في استهلاك محتوى ضخم عن القراءه، الكتب المشهوره حاليا، المؤلفين الصاعدين الفتره اللي فاتت، الروايات اللي هتنزل قريب، الكتب المترجمه اللي غيرت حياه ملايين من الناس، السيره الذاتيه اللي الهمت كاتبك المفضل. بنتفرج على فلوجز وفيديوهات لناس عايشه حياتها وفي نص حياتها بتقرا وبتتكلم عن الكتب اللي بتقراها، بتتفرج على ناس بترشح كتبها المفضله وبنحط الفيديو ده في اللايكس وبننسى نرجع له تاني. بنقرا بوست ترشيحات لكتب نشتريها من معرض الكتاب وفعلا بنروح نجيبها وبعد كده بنركنها على الرف وبتلم تراب وبننسى اصلا احنا جبناها ليه وبناء على ترشيح مين. بنحس بس باحساس النشوه اللحظيه المؤقته اللي بيعدي علينا وقتها، باحساس زائف من الانجاز، كأن الحياه اللي انت شفتها في البوست ده او الفيديو ده هي حياتك انت. بننسى ان مش احنا اللي قرينا الكتاب ده ولا كوننا فكرتنا الشخصيه عنه. احنا كل الوقت ده بدل ما نقوم نمسك كتاب بنفسنا ونقراه قاعدين بنتفرج على ناس تانية حياتها ماشيه وبتقرا وبتتكلم واحنا اللي واقفين عند نقطه الصفر. في ناس كتير بقالها فتره طويله بتدور على مجتمع او كوميونتي لنفسها تلاقي نفسها فيه، تحس ان هي مرحب بيها وانكلودد فيه. في نص الطريق اتشنكلت في الكوميونتي بتاعه القرايه وبدات تحاول تفت ان على السوشيال ميديا. بدات الناس دي تتخذ القراءه كهويه بدل ما تكون هوايه، وبقت بتعبر عن ده بطريقه سلبيه. واحد ممكن يكون كلامه طول الوقت بس عن الكتب اللي قراها وقد ايه هي عجبته وعلمته كتير في حياته، او لا الكتب اللي ما عجبتوش خالص عشان هو ذوقه مختلف تماما عن ذوق عامة الشعب اللي حواليه. بيشتري كل الكتب اللي بيسمع عنها بتلقائية، اوقات بيجبر نفسه تعجبه الكتب دي لان هو شايف كل اللي حواليه بيقروها حتى لو هو من جواه مش حاسس ان هي عاجباه. لازم كل كتاب جديد يجيبه ينزل في صورة شيك معاها كابشن لذيذ وهاشتاج مناسب. الشخص اللي بتشوفه رايح جاي في الاماكن العامة ماسك في ايده الكتاب في بوك مارك، او قاعد في ركن الجنينة او في المواصلات او في الشغل او في مكان دراسته ماسك الكتاب وفاتحه في ايده ومبينه كويس قوي عشان تعرف تشوفه وهو بيقرا. مش بقول ان اي حد بيعمل كده بالضرورة بيكون بيحاول يلفت الانتباه او عايز يصدر صورة مش حقيقية عن شخصيته، لان من حق كل الناس ان هي تقرا في اي وقت وفي اي مكان هي عايزاه. بس الناس اللي بتكلم
عنهم مش بيعملوا كده. الناس دي بتعمل كده عشان تحاول تستمد نوع من انواع الفاليديشن او تحقيق الذات من جواها من الناس اللي حواليها، كانهم بيصرخوا في صمت: بص عليا، انت شايفني، انا بقرا، انا زيك، انا ذكي ومثقف وعايزك تشوفني بالصوره دي. بوك توك، بوكستجرام، بوكتيوب، كل دي حاجات حلوة ولا وحشة. بنسمع المصطلحات دي كتير، بتشير للمجتمع الصغير من وسائل التواصل الاجتماعي اللي بيمثل القراءة والكتب والقراء. أكيد كل حاجة فيها الحلو والوحش، مش هننكر التأثير الضخم لوسائل التواصل الاجتماعي في استقطاب قراء أكتر من فئات مختلفة بدأت لأول مرة تهتم بالقراءة. الإنترنت سهل البدايات بشكل قوي جدا، عرف يحط ناس كتير على أول الطريق اللي ممكن الواحد يبدأ منه، بس الطريق اللي هما بيختاروا يكملوا فيه ده 100% راجع ليهم هم. على الصعيد الآخر في جزء كبير قوي من القراءة بقى محبوس في الدايرة بتاعة الصورة أو الأستيتيك. حولنا القراءة لصورة بصرية بنقدر نشوفها ومن خلالها بنحس بالمشاعر اللي هي بتديها لنا. استخدام الوسط الجديد ده في التعبير عن فعل القراءة عمل تغييرات كتير. بقينا بنحاول وبنسعى إن احنا كمان نخلي قراءتنا بيرفكت زي ما بنشوف في الصور، قراءة من غير ولا غلطة، كل حاجة فيها مظبوطة، من المكان اللي قاعدين فيه للكتاب اللي بنقراه لضوء الشمس المحيط بينا للمشروب اللي بنشربه واحنا بنقرأ والطقم الجديد اللي لايق على الغلاف بتاع كتابنا. ولازم ما ننساش طبعا الصورة اللي متاخدة بزاوية تبان عشوائية وتلقائية من غير تخطيط، بس في الواقع كان وراها تنظيم لساعات وكاميرا غالية وفلاش وسوفت بوكس وحاجات ما كناش نتخيل ان كل ده مستخبي ورا صورة معمولة عشان تحسسك انت بالاحساس ده، تحسسك انها اتعملت في ثواني، انها اتلقطت في نص فعل عشوائي جدا اي حد ممكن يكون بيعمله في يومه. صورة بتحاول تحسسك ان هي حقيقية، ان هو ده الواقع، قدرت تصدر صورة عن الواقع بتاعها بتخليك تحس ان انت مقصر. بقينا عايزين نمشي ورا كل الترندز اللي بنشوفها اونلاين، نرتب مكتبتنا حسب الالوان عشان شكلها بيطلع احلى في الصور، بنجيب كتب اوقات عارفين ان هي ممكن ما تعجبناش بس عشان الغلاف ده هيبقى شكله حلو قوي في الصورة اللي هنصورها، بنشتري التيشيرت ده عشان عارفين ان شكله هيكون حلو جنب الصور اللي صورناها قبل كده. بقينا بنهتم بشكلنا وبشكل المكان اللي بنقرا فيه الكتاب اكتر ما بنهتم بالكتاب اللي بنقراه. وده يمكن التطور الطبيعي من الحكم على الكتاب من غلافه الى الحكم على القراءة من صورة الكتاب المعني بقراءته. لو الصورة اللي خدتها للكتاب حلوة كفاية يبقى ناس اكتر هتعوز تقرا الكتاب ده. انا قارئ احسن منك، او العنصريه في القراءه. الحالات دي بنشوفها كتير حوالينا، ناس ممكن تكون بتقرا فعلا او ناس بتصدر صوره عن نفسها ان هي بتقرا، والفرق بينهم هنا مش كبير قوي. الهوس بالكلاسيكيات، هي دي كتب المثقفين اللي بيتخذوا فايب ما يعرف دلوقتي بالدارك اكاديميا، اللبس الكلاسيكي والبليزر والكرافاتا وفنجان القهوه الصبح والسيمفونيه العتيقه وروايات دوستويفسكي وكافكا، بصه باستعلاء من فوق لتحت لأي حد مش بيشاركوا نفس الجو والفايب عشان هو في نظره هو أحسن من باقي القراء. التفرقة على حسب الجانرا اللي الواحد بيقراه. قراء كتب الفانتسي هم القراء الشداد التقال اللي مفيش زيهم وشايفين ان مش اي حد يقدر يقرا الكتب اللي هم بيقروها عشان هي كتب صعبة جدا وفيها عمق وتفاصيل كتير. قراءة كتب الجريمة والغموض ده اكيد معناه انسان ذكي جدا، لان كل قراءاتي عن التحليلات والتفكير وحل الالغاز. او ان الكتب الرومانسية دي كتب تافهة وساذجة ومضيعة للوقت، خالية من اي محتوى بيتبص لها بصة سخرية، او انها كتب للبنات بس. نظرة الناس للروايات على انها مش قراءة حقيقية او انها مش مفيدة لانها مش بتعلم الناس حاجة. واحد ممكن يكون بيفضل يقرا نون فيكشن عن الروايات عشان يستفيد منها، لان هو بالنسبة له لازم اي حاجة يعملها يطلع منها باستفادة. القراءة بالنسبة له مش مجرد هواية، هي مصدر نفع. الكتب اللي منشورة قديما احسن من الكتب اللي منشورة حديثا عشان المجتمع دلوقتي بقى بايظ، بس زمان الناس كانت متحضرة وعندها قيم ومبادئ واخلاق. في غير دول كتير جدا، لو في دماغكم حاجات تانية قولولي في الكومنتس تحت، هحب اكتر ان انا اتناقش معاكم فيها. الجيت كيبرز، القراء الحقيقيين اللي للأسف بيخلوا الناس
بتكره القراءة. الناس دي بتقرا بس ما بتحبش تقول لأي حد حواليها إن هي بتقرا، بتحاول تظهر ده بس بدهاء ولؤم في الصور أو المحتوى اللي بينزلوه على صفحاتهم الشخصية. عمرهم ما بيظهروا ده بوضوح، لا، جزء من كتاب ظاهر في ركن الصورة، صفحة مفتوحة من رواية مش معروفة جنب فنجان قهوتهم الصبح، كتاب خفيف جنب طاقية البحر على الشط قدامه، اقتباس صغير من غير ما يحط اسم المؤلف. مش هيقولك هو بيقرا ايه او رأيه ايه في اللي بيقراه، هيستناك انت عشان تيجي وتكلمه وتسأله. ده بيعزز من السيلف ستيم بتاعه، ولما يجاوبك هيرد عليك باستعلاء، هيحسسك ان انت مش فاهم اي حاجة في اي حاجة، واحتمال عمرك ما هتفهم اصلا، لان اللي هو بيتكلم عنه ده حاجة صعبة جدا وهو وصل لها بعد سنين من الخبرة والتجربة، مش هيديها لك كده على الجاهز. وانك اتأخرت قوي في انك تحاول تبدأ، او انك غلبان ومش فاهم حاجة خالص، واحسن لك ما تمشيش في الطريق ده اصلا. واوقات كتير بينجح وبيخليك تعزف عن الاتجاه ده للابد. لازم نبقى حريصين نبعد عن اي مصدر للطاقة السلبية بالشكل ده او بغيره. ان في ناس كتير بتحول حاجة المفروض ان هي ممتعة ومسلية ومصدر تفريغ طاقة للواحد الى منافسة شرسة والعاب نفسية ما تستاهلش كل ده. تصوير الكتب والقراءة، هل هي نعمة ام نقمة؟ التصوير في حد ذاته مش حاجة وحشة. في برامج وسائل تواصل مبنية كاملا على التصوير، من اشهرهم بنترست، اللي لو دخلت عليه وعرفت تلاقي النيش بتاعك بالظبط هتقدر تستمد يوميا جرعة كبيرة جدا من الطاقة الإيجابية اللي هتشجعك على استكمال اليوم. بنترست من أهدى وسائل التواصل الاجتماعي لأن هو أقلهم تواصل. أنت بتشارك الناس صور وبتتفرج على صور ناس تانية مشاركة. نادرا لما حد بيستخدم الكومنتس، مفيش ناس بتتكلم مع بعض، وده بيحافظ بنسبة كبيرة على السلام النفسي للواحد. بتشوف صورة حلوة بتزود الدوبامين والسيروتونين جواك، بتخليك عايز تكرر الشعور ده تاني وبيمشيك في الطريق الصح. ناس كتير متخذة تصوير الكتب كهواية، وهي هواية جميلة مادام هي بتتبسط بيها وبتعود عليها بنفع، فهي عمرها ما هتكون حاجة وحشة. واكيد الصور دي بتبسط الناس اللي بتشوفها. ناس تانية ده مصدر رزقها، حرفيا ده شغلهم. اساليب التسويق للكتب بقت مختلفة تماما في ال5 سنين اللي فاتت عن العقود اللي عدت. الناس ما بقتش بتعرف عن الكتب الجديدة بخبر في الجورنال او بوستر في معرض او بوست ممول على فيسبوك. اغلبنا دلوقتي بقى بيسمع عن الكتب الجديدة بسبب الصور والفيديوز دي، وده خلى تصوير القراءة بقى وسط قوي جدا وسط اساليب التسويق دلوقتي. ده شيء مش وحش، بيبقى وحش بس لما يبدأ يسيطر علينا وياخد كل وقتنا ويخلينا ننسى نعيش. لما يبقى الحاجة الوحيدة اللي احنا بنعملها اننا نستهلك المحتوى ده ونحاول نقلده، وننسى ان احنا كنا هنا في الاول اصلا عشان عايزين نقرأ، مش عشان عايزين نصدر للناس اللي حوالينا صورة ان احنا بنقرأ. وده الفرق الحقيقي. قولولي ايه تاني حاجات شفتوها على السوشيال ميديا في مجتمع القراءة بيضايقكم، هحب اتكلم معاكم اكتر في الكومنتس. انا أريج، اتبسطت جدا اني كنت معاكم النهاردة، واشوفكم الفيديو الجاي.